صباح الخير يا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير وصحة وسلامة، ورجعت لكم بفيديو جديد. ونبدأ فيديونا بالصلاة على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مثل ما شفتوا اليوم نبدأ فيديونا، تريقنا وصار عندنا عزيمة على الأقارب، شي أكيد يعني. اليوم عطلة، فحبيت أصور لكم شوية الأجواء. طبعا يا بنات، هذا الفيديو هو الجزء الثاني للفيديو الأول اللي هو نشرته بقناتي الأولى. هذا الفيديو راح أنشره بقناة يوميات أم محمود. وهنا مثل ما قلت لكم الفيديو السابق اللي هو كان عندنا بيت أختي أطفالهم، فهم حبوا يعني يصورون، يعني هم يحبون التصوير، يحبون يفوتون على اليوتيوب هيك شي، فقالوا بس احنا نصور وننشر هذا الروتين علينا. وأريدكم يعني تكتبوا لهم تعليقات حلوة، لأن هم راح يفوتون على الفيديوهات ويشوفون تعليقاتكم. هم دائما يسوون هيجي. فهنا بنت أختي شالت الفراشات. طبعا احنا عندنا قريولات اللي هي من حديد، يعني أحسن من الخشب، يعني ما تنكسر بساعة، بس الأرضية خشب. فكنستهم، تعرفون يعني لازم كل فترة نشيل الفرش، نكنس، نعزل، حتى لو كان يعني حديد أو خشب. بس يعني هاي القريولات كلش زينة وتنطي مساحة بالغرفة للي يريدون يسوون، يعني خصوصا عندهم أطفال يشترون لهم هيج قريولات. ونصيحة إنه تكون حديد، يعني تقاوم أكثر. وهنا رجعت الفرش نفضتهم وعزلت المخاد. طبعا هاي الكوشايات اللي عتشوفونها اشتريناها بسنة 2024 تقريبا بنهاية السنة. سبحان الله، احنا وعم نشتريها صار معانا موقف الصراحة، حتى أنا ما عاد أريد لا أشوفهم ولا أحبهم الصراحة، بس يظلون يعني خليهم عادي. وهنا رتبت الفرش، سوت التخوتة. ف انتو شلونكم؟ أخباركم؟ وين وصلتوا بالدنيا؟ إيش قصّر يعني ما نشر فيديوهات؟ مثل ما قلت لكم الفيديو السابق، يعني ضغوطات الحياة شي أكيد. وطبعا هم على بابين هيعزلون الغرفة. أنا كنت برا قاعدة أغسل المنام. إذا تبون تشوفوا الفيديو السابق طبعا راح أخلي الفيديو السابق اللي هو الجزء الأول، راح أخليه رابط الفيديو بالوصف لهذا الفيديو. وأريد دعمكم يا بنات الحلوات، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس. طبعا اليوم كان غدانا البامية، حضرت بامية. هو يعني احنا ما عندنا بامية، بس اشترينا مجمدة وحضرتها وسويتها. طبعا طلعت معي كلش طيبة. إذا تريدون طريقة البامية اكتبوا لي بالتعليقات أسويها لكم بعيوني. وهنا كملت الفرش، رتبت كل شي، كنست الغرفة. تعرفون البيت لازم كل يوم ينكنس، لازم كل يوم يترتب. يريد له تعزيل، تنظيف. إحنا مع إنه ما عندنا أطفال، بس لازم هذا الشي. طبعا هذا الدب اللي هو مال أختي، هذا ما أعرف والله كم سنة يعني صار له عندنا، بس صراحة أنا ما أحب هيجي دبابة يعني صراحة. وأصلا ما أخليها بالقرية ولا أبد. وهنا كملت تعزيل الغرفة. وهسه راح نروح على الغداء. مثل ما قلت لكم اشترينا بامية مجمدة، اللي هي البامية المجمدة. صراحة ما يسلقونها. اكتشفت إنه من أفرغها وأخليها بماعون إنه هي مجمدينها هي يابسة، يعني ما سالقينها. فأول شي سويت قليت شحم. طبعا الشحم لازم نحمصه، لأن ده راح نخليه مية. ورا ما نخلص راح يصير الشحم لونه أبيض فما يكال. نخليه قليل قليل إلا يصير لونه أصفر. مثل ما قلت لكم هنا البامية فرغتها، اكتشفت إنه هي ما سالقينها، يعني مجمدينها هي هيك يعني عادي. طبعا أنا ما أعرف شلون. إحنا نجمد البامية نسلقها بعدين نشيلها. وهنا تحمص الشحم راح أخلي الثوم. وطبعا بس نخلي على زيت الشحم، ما نخلي غير شي. نغسل البامية من المي المجمد ونفركها شوية ونشخلها، وهذا هو. طبعا ورا ما يتحمص البصل الثوم والشحم أخلي البامية. وهنا صورت لكم الأجواء. طبعا ما شاء الله الأجواء مشمسة. وهنا شوفتكم المنام والهدوم اللي غسلتها شلنا هنود. شايفين الأفلام الهندية من عندهم كوم تحبال وهيجي، هاي صرنا مثلهم احنا. فأخذت لكم لقطات شوية برا. هنا قليت الثوم
الثوم من تقلونه وهم خلوه يتحمص حتى يصير طعمه يصير طيب. أنا خليت البامية، أخلي المي أخليها تنسلق وهذا هو. واكتبوا لي بالتعليقات شنو هي طريقتكم بعمل الدولمة. صار الصح قلب موزة، أقصد البامية. صراحة أنا مريضة مثل ما تسمعون صوتي. وطبعا هنا غسلت بمواعين تعرفون حتى لا يتكوم علي شغل، لأن أصلا أنا دراسة شغل يعني طبخ، فما عاد ألحق يعني صراحة. يعني حتى الفيديوهات ما عاد ألحق أسويها. فغسلت بمواعين يعني ساعة بساعة يعني أغسل المواعين وأطبخ هيجي حتى لا يتكومن. هاي الطريقة أحسن. وكملوا الفيديو يا بناتنا الحلوات. كثير من الناس انت تتصوره جميل، بس انت دا تنخدع بيه، لانه انت ما دا تبحث عن نظافته. ماكو واحد يقدر يصير جميل اذا مو نظيف. النظافة جزء لا يتجزأ من الجمال. تدا تنخدع، تشوف بالظاهر تقول هذا شقد جميل، لكنه بمجرد أن تحتك معاه تجد القذارة اللفظية، القذارة الأخلاقية، أجل الله السامعين والجالسين، تنصدم. الجمال يا ابني جزء جوهري من النظافة. كلما كان الإنسان أكثر نظافة كلما كان أكثر جمال. طبعا على ما بين أنا خلصت الغسيل المواعين، البامية استوت فأختي فرغتها، وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا بنات. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس، ومع الألف سلامة. طبعا أنا بالعادة أنسى أصور الطبخ من أخلصه، بس هنا صار صدفة إنه أختي مصورة. طبعا هاي ما أول مرة، أنا كل مرة أنسى أصور صراحة. باي باي.